5 حكايات مختلفة. ضابط شرطة حارب فعلا، عقيد في الجيش طلب تسريحه من رئيس الجمهورية. ضابط مخابرات كان في عالم سري لعالم الأضواء. ميكانيكي كان بيصلح كاوتش، وتاجر فضل في تجارته لآخر يوم في حياته. كل واحد فيهم كان ممكن يعيش حياة عادية تماما، ولولا لحظة واحدة غيرت كل حاجة. الشخصية الأخيرة النهاردة كانت بتلعب أدوار الشر والخارجين عن القانون على الشاشة، بس في الحقيقة هو كان رجل أعمال محترم جدا. من سنة 1967 الناس اتعودت تشوف سيد صادق بيلعب أدوار الشر أو رجل الأعمال الخارج عن القانون، بس في الحقيقة إن سيد صادق كان فعلا رجل أعمال، بس كان عكس اللي بيظهر على الشاشة تماما. وشغال من سنة 1967. سيد صادق كان عنده محل تجارة قطع غيار واستيراد من سنة 1967، وده قبل ما يبدأ مشواره الفني بشكل جدي. المفاجأة إنه استمر شغال في تجارته دي بالتوازي مع مشواره الفني اللي استمر لأكتر من 50 سنة، وقدم فيها 257 عمل فني. اشتغل مع نجوم كبار جدا زي عادل إمام في حسن ومرقص وفرقة ناجي عطا الله، وكان دايما موجود في أدوار الشر. ولما قلت العروض الفنية في السنين الأخيرة رجع لتجارته زي ما هي من غير أي حرج، وقال إن التمثيل عنده ما كانش من أجل المال ولكن حبا في الفن. سيد صادق توفى في أغسطس 2025 عن عمر 80 سنة، بعد مسيرة فنية وتجارية استمرت أكتر من نص قرن جنب بعض بالتوازي. من أهم أعماله حسن ومرقص، فرقة ناجي عطا الله، الإمبراطور، وفوزية البرجوازية، وأستاذ ورئيس قسم، وغيرهم أعمال كتير.